المغرب عنده 8 طائرات. المغرب عنده 8 طائرات. المغرب عنده 8 طائرات. ما انا قلت لك نحن القائمه. هناك غلطه هنا. انا اعتقد انه ويكيبيديا والذكاء الاصطناعي داير غلطه. المغرب 8 طائرات مستحيل يكون عنده 8 طائرات. بزاف من طائرات، طياره زوج اوكي. 8 طائرات كندار من SN 415. يعني فرنسا عندها 12 طائره والمغرب عنده 8 طائرات. نظن كاينه مشكله هذه، مستحيل المغرب يكون كيف احنا ما عندناش طائرات والمغرب عنده 8. اعطيني نقول لك يا عزيزي الدول التي تمتلك هذا النوع من الطائرات اللي هي اكثر طائره افيكاس في هذا الاخر. اولا كندا تمتلك 4 نحكيها بالجزائريه 64 طياره. كرواتيا عندها 6 طائرات، فرنسا عندها 12 طياره، اليونان عندها 18 طائره، ايطاليا عندها 19 طائره، كوريا الجنوبيه عندها طائره واحده، ماليزيا عندها 2 طيارات. لو كان هناك حريه والناس مش عايشين الرعب، انا اتوقع انه يجيوا رجال من الحمايه المدنيه ويحكيوا الحقيقه ويقولوا ايش راهم عايشين، ويقولوا احنا سافرنا برا وشفنا لي زيكيبمون عند الناس واحنا ما عندناش. هذا هو السؤال اللي يقولوا، هذا هو الاحزاب السياسيه ونتركز الان في وقت هل ما عندناش دراهم؟ ما عندناش سياسه؟ ما عندناش الراي. دراهم كاينين، انا قلت لك دراهم بيبزعوا فيهم قوش دروات. حتى هم يقولوا كاين دراهم. تبون ماشي قاعد يقول يقول لي روح نجيب لك حتى من الامريكان. زيد على قضيه اللي كاميون نتاعهم، اني سمعت مختصين يهضروا كاين مشكل تاع ايكيبمون. قضيه الطائرات، الناس تتبجح والله طائرات تاع الجيش وكذا منها. يا اخي اهم طائره اللي تكلمتوا عليها هي الكندر، ما عندناش. الرئيس قال نجيبوا 4 يعني. صح، وراهم هذا 4 هذا. لا احد يعرف. تقدر تقول باللي جيت ندير كوموند وما قدرتش، لانه بالفعل مش اي واحد يروح يجري كندا. دير لا كوموند وممكن تقعد في الكيو يعني في الطابور وما همش كل الدول تنتج الكندا. عندك اول قائمه راهي كندا، وبعض الدول تجيب لي بيس. لكن الاعلام والسلطه يجب يحضروا مع الراي العام. قال درنا كوموند وفسخناها على خاطر ما قدرناش عليها، درنا كوموند رانا نستناو فيها. اعطيني المعلومه يا جد، اعطيني المعلومه. كيف انا والناس قالوا علي كندا، نحكي لك على كندا، اعطيني فرصه تفضل. لا عليك، لانه لانه لما الرئيس تكلم عليها الاعلام قال باللي خلاص الرئيس اخذ قرار استراتيجي. نعم. ونحن سنجلب احسن الطائرات، لكن الان لا احد يجيب. شوف اهم طائره كندا اللي راهي يعني المعروفه اكثر يعني هي كندا CL 415، وهي طائره برمائيه تم انتاجها من طرف شركه كندا الكنديه من اصل الآل 215 لمكافحه الحرائق. الان تسمى هذه هي اللي هي الاكثر. كاين واحد 3 أو 4 انواع المشهوره. كاين هذه CL 415، كل واحد يقدر يدير كندا CL 415 راح يقرا نفس المعلومات اللي نقرا فيها انا. المنشا تاعها طبعا هو الكل يعرف انه الكندا هي كنديه، وكما اشرت لي قبل الحلقه شركه كندا بومباردي. الكميه المصنوعه لحد الان 95 طائره طورت من كندا CL كما ذكرت 215، دخلت الخدمه اول مره في 1994. اعطيني نقول لك يا عزيزي الدول التي تمتلك هذا النوع من الطائرات اللي هي اكثر طائره افيكاس في هذا الاخر. اولا كندا تمتلك 4 نحكيها بالجزائريه 64 طياره. كرواتيا عندها 6 طائرات، فرنسا عندها 12 طياره، اليونان عندها 18 طائره، ايطاليا عندها 19 طائره، كوريا الجنوبيه عندها طائره واحده، ماليزيا عندها 2 طيارات، المغرب عنده 8 طائرات. المغرب عنده 8 طائرات. المغرب عنده 8 طائرات. ما انا قلت لك نحن القائمه. هناك غلطه هنا. انا اعتقد انه ويكيبيديا والذكاء الاصطناعي داير غلطه. المغرب 8 طائرات مستحيل يكون عنده 8 طائرات. بزاف من طائرات، طياره زوج اوكي. 8 طائرات كندار من SN 415. يعني فرنسا عندها 12 طائره والمغرب عنده 8 طائرات. نظن كاينه مشكله هذه، مستحيل المغرب يكون كيف احنا ما عندناش طائرات والمغرب عنده 8 طائرات. ورا المشكل ربما هم كانوا اكثر عرضه للحرائق في فتره. انا اعتقد انه كاين مشكله، ولذلك ساعيد القراءه. يعني كوريا الجنوبيه طائره واحده، ماليزيا طائرتان، المغرب 0 طائرات. لماذا انا اضحك واستهزئ بهم؟ استهزئ بهذه النخبه، نخبه الحثاله او حثاله النخبه. اولئك التافهون اللي يتكلم عليهم كتاب التفاهه. نعم، لانهم هم يريدون الاستهزاء بالشعب، هم يستهزئون بالشعب. قال لك عندنا 12 كندر في الجزائر. سبحان الله العظيم، جابوا صورة تاع كندر كندية وحطوها في مواقعهم وقالوا طائرة كندر الجزائرية تشارك في إخماد هل هناك حماقة أكثر من ذلك؟ لا، وكما قلت أنت يعني السؤال المفروض الآن أنا النظر هذا هو السؤال. جو الحرائق. عندنا تصريح للرئيس تبون في معرض كان عندنا أزمة حرائق في السنوات اللي فاتت، قالت السلطة بأنها ستقتني. الآن أنت لم تقتني، يجب أن تسأل يعني. اسمع، أنا نحكي بكل صراحة وما يهمنيش في اللي فهم منهم، مش نحوس الشعب، مش نحوس الرأي العام، نحوس أولئك واللي حبي والله يسهلها. اللي فهم اللي ما فهمش راسه الحيط. أنا نقول لك شرب البحر، أنا نحكي عليهم أولئك.
هذا هو الاعلام. يعني مثلا في قناه الشروق عند خونا قادة بن عمار في حصه من البرامج مثلا يجيب مقارنه ويقول لماذا المغرب عندهم 8 طائرات كنادير ونحن ما عندناش، ولا تونس ايضا ما عندهاش. اسمعني ما تقاطعنيش بليز. على ذكر المعارضه البناءه سليم، انا صراحه انا سمعت منك الان بانه المغرب عندهم 8 لكنادير، لانه لفت انتباهي. انا ما قلتش عنده 8 لكنادير، ما تنصبنيش التهمه يا خويا. لا قلت باللي يا جماعه لا ما عندنا مشكله مع المغرب لا مع تونس لا مع الجزائر يعني. انا ما قلتش عندهم 8 كنادير، انا قلت غلطت في الهدره، ما عندهمش كنادير، عندهم 0 كنادير. لا احنا 0 وما 0. لا علاش اشرت لك هذه؟ لانه انا لفت انتباهي في تعليقات الحلقه امس انه هناك جزائريين وهناك مغاربه علقوا بانه لماذا لا تتعاون دول شمال افريقيا، وذكروا قضيه انا نحيتها لي مفهومي يعني. علاه اليوم مثلا لانه عادي قد يكون باب لحل الازمه. هاي ليك الفكره اللي كنت حاب نزيد نركز عليها. هل يعقل انه جارك عنده 8 كنادير وما تستفادش منهم انت؟ فقلت يا سبحان الله العظيم، واحنا مسلمين وامازيغ وعرب ولاد منطقه واحده ولاد عم. لا ولو تمشي النار تقيسنا كلنا. يعطيك الصحه، ولاد عم وارض واحده. يعني المغرب وتونس والجزائر ارض واحده، شريط غابي واحد يا ولدي، ارض واحده. التاريخ يثبت انه كانت ارض واحده. جاري عنده لكنادير وانا محتاج لكنادير وما نطلبش منه علاه لانه متهاوش انا وياه وفي عداوه بيني وبين جاري. هذيك المأساة اللي انا عايشينها، هذه مأساة هذه المنطقه، هاي ليك المأساة اللي انا عايشين فيها. ومرات الازمات تكون مفتاح لحل ازمات كبرى يعني. عند الناس العاقلين طبعا كلامك هذا زين. عند الناس العاقلين الازمات تكون مفتاح. نعم، مرة الازمه تكون مفتاح لحل اشكاليات بين الجيران. زلزال، ازمه امنيه، ازمه خاصه الكوارث الطبيعيه هي مفتاح يعني للحلول. اسمع نقول لك انا مانيش لن ارحمهم. نقول لك ما نرحمهمش كاع، لا هذه السلطه ولا امتداداتها السياسيه والاعلاميه، لانه بدات الحاله تفوح. انا نقولها لك، بلغ السيل الزوبة في الجزائر وستنكشف الامور كما انكشفت امور جماعه بوتفليقه في عهدهم الاخير يعني.